المرة الأولى في تاريخه كريستال بالاس يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه. تعالى بس هنا في نقطة، انت واخد بالك من الحضور الجماهيري بتاع كريستال بالاس؟ طب انا عايز اقولك على نقطة، حاجة انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها، يعني برضو الفرقتين دولت ملهمش او ما عندهمش عدد البطولات الكبير اللي يخلي عندهم مثلا قاعدة جماهيرية كبيرة. يعني مثلا مانشستر سيتي برضو ما كانش يعني في اخر مثلا 5 6 سنين بقى مانشستر سيتي، تمام؟ يعني ما كانش الفرقة برضو القوية زمان اللي هي تخلي يبقى ده مانشستر سيتي وليه تاريخ كبير مثلا او ليه قاعدة جماهيرية حتى عندنا مثلا في عرب، تمام؟ بالمناسبة هو ده عادي جدا هناك، اي فرقة في ايا كان القسم اللي بتلعب فيه في الدوري الانجليزي عندها قاعدة جماهيرية. حال كريستال بالاس اهوت برضو نفس القصة، فرقة ملهاش اي تاريخ يذكر في البطولات. اول بطولة ليهم، يعني اقول لك ايه، اول بطولة ليهم في التاريخ كله كانت هي دي النهاردة. طيب هدي لك رقم، كاس اتحاد او كاس الاف اي كاب او كاس الاتحاد الانجليزي، دي بطولة اقدم بطولة شبه كاس مصر، شبه كاس مصر كده عندنا. لك أن تتخيل 45 فرقة متوجة بالبطولة دي، 45 بطل للبطولة دي في 50 تقريبا نسخة. انت بتتكلم في أنهي منافسة؟ أنهي منافسة اللي نقدر نتكلموا فيها؟ انا عايز اقول لك بس الفرقتين اللي كانوا بيلعبوا دولت برضو بالمناسبة هم شبه مثلا بيراميدز كده وسيراميكا كليوباترا عندنا لو بيلعبوا النهائي. بص الحضور الجماهيري وبص التنظيم وبص الاحتفال وبص الأهمية اللي مدينها للفرقتين قد ايه. ومن المناسبة مش فرقتين تاريخيين مثلا شبه مانشستر يونايتد او الارسنال، مش فرقتين تاريخيين في الدوري بيلعبوا، لا بص الأهمية، بص التنظيم، بص الاحترام، بص كل حاجة حلوة اتلعبت واتعملت في الماتش دوت. احنا مش موجودين، احنا كدوري مصري مش موجودين. احنا عار على الكوره، اقسم بالله احنا عار على الكوره.